السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمهور الأهلي الحبيب، لكل جمهور الكرة في مصر. الحلقة بتاعتنا النهاردة هتكون جميلة شوية يعني. بكرة عندنا إن شاء الله في الدوري ماتشين مهمين جدا. الأهلي هيلعب مع الحرس، والبيراميدز هيلعب مع فاركو. تمام. الماتشين بكرة يعني مفترض إن هما يبقوا جامدين، فيهم تنافس. احنا عندنا بكره مشكله هتقابلنا في الماتش. نكلم كل الناس اللي في قناه الاهلي والنادي الاهلي، تابعوا وخلي بالكم من اللي هقوله الجاي. الحكام في الماتشات، احنا بنطلع نقول على قناه الاهلي ان الحكم الفار المفروض يقول للحكم تعالى ويقول له روح، ودي بلنتي ودي كانت بلنتي وهو ما قالوش. الكلام ده مش مظبوط، بعد اذن حضراتكم اللي بتقولوه ده غلط. احنا عندنا مشكله كبيره قوي لما بيجي طقم تحكيم، بنجيب حكم الصفاره اقوى بكتير واقدم بكتير من حكم الفار اللي في الغالب هتلاقيه شاب صغير او حكم لسه طالع جديد. اللي بيدي المحاضره مين سعادتكم قبل الماتش؟ حكم الصفاره. بيقعد يدي محاضره للباشوات الموجودين، يقول لهم لو قلت لك كذا يبقى شكرا، لو انا شايف ان الكره ما فيهاش حاجه هقول لك ما فيش. متفقين؟ فاحنا لا بقى، احنا عايزين نبقى صح ونطلب عشان الحكم ما يقولش ده الفار ما قاليش. لا، حضرتك لما تشوف الكوره اسال الفار وقول له عايز اشوفها. طب نسيبنا بقى من الفار خالص، نرجع لزمان قبل الفار يا كباتن. كنا بنقول ان الحكم اللي ما بقاش قريب من الكوره وما عندوش زاويه رؤيه ما ينفعش يحكم. ايوه بيتقال كده. حكم اللي ما عندوش زاويه رؤيه ويشوف الخطا ويبقى قريب منه ما ينفعش يحكم، ما يشتغلش. وكم مقياس اتكتب في التقرير ان هو ما عندوش رؤيه، ما بيتحركش كويس. دلوقتي حضرتك معاك الفار، يعني لو سعادتك ما عندكش الرؤيه بتاعت زمان وضرب النار ده، انت عندك الفار. لو مش شايف الكوره كويس قول له راجعها لي عايز اشوفها. قال لك ما فيهاش حاجه وانت شاكك فيها يا كابتن، قول له عايز اشوفها. فانا بكلم قناه الاهلي، حكم الصفاره اللي في قلب الملعب دايما اقوى من حكم الفار. من النادر انك تلاقي مثلا محمد معروف ومع محمد عادل بره على الفار. من النادر انك تلاقي الوضع ده، مستحيل. من النادر يعملوها. لازم حد يشيل الليله، هيشيل الحكم الغلبان. بعد اذن سعادتكم، حكم الصفاره في قلب الملعب هو اللي يشيل الليله كلها. كل اللي قاعدين بره على الفار واللي بره على الخطوط بيساعدوه فقط لا غير. القرار الاول والاخير ليه هو. يا كباتن يا اللي بتطلعوا على قناه النادي الاهلي، يا كباتن بعد اذن سعادتكم، يا كابتن شوبير، يا كابتن عدي، اي حد انتوا بتتكلموا، انا اسف غلط. انا حكم كوره سابق، لعيب كوره سابق، وانا اهلاوي بعترف اني اهلاوي. بقول لكم انتوا حضراتكم بتفتحوا لهم الباب. حكم الصفاره هو شايف وعارف وواثق كويس قوي، لازم يكون عنده زاويه رؤيه من غير فار. ولو ما شافهاش يقول له بتاع الفار انا عايز اشوفها. ايه، ما يروح الفار مره واثنين وثلاثه واطبق الحق وادور فين الخطا واعمله ليا او عليا. يعني مش بنطالب ان الاهلي بس، دي الاهلي والبيراميدز والزمالك والاسماعيلي والاتحاد وكل الانديه. ايه المشكله؟ ادي وقت ضايع زياده بعد اذنك شويه. ادي وقت بدل ضايع شويه زياده، يعني بدل ما تشاور 3 ولا 5 شاور 8. احنا قاعدين مع بعض. دي اول حاجه انا بتكلم فيها، تخلوا بالكم منها بكره في الماتش. لا عايزين الاهلي يطلع فوق بيراميدز بالظلم، ولا بيراميدز يفضل راكب الاهلي بظلم، ولا نادي تاني يكسب النادي التاني بظلم. ده اول حاجه انا اتكلمت فيها وقت طويل واستفدت فيها حبتين. انا النقطه دي كان لازم يبقى فيها كلام. حاجه تانية طبعا مجي برمضان ده ان شاء الله يكون مكسب واضافه لخط وسط النادي الاهلي، وبنسمع عنه سمع خير، ومفروض احنا شفنا له ماتشات وهو فيها كويس. بس النادي الاهلي احنا قلنا من سابق انه عايز نوع معين من اللعيبه، كاريزما معينه من اللعيبه، اللي عنده قتال، اللي ما بيخافش، اللي عايز يكسب على طول. دي نمره واحد. الشيء التاني برضو اللي مزعلني، طالعين الايام دي في الاعلام ناس بيتكلموا ان الاهلي بيتقال عليه انه في كاس العالم للانديه هيكون اضعف نادي في قلب المجموعه. لا، احنا اسفين جدا. النادي الاهلي من اقوى انديه العالم. حضرتك ما كسبتش ريال مدريد قبل كده؟ هتقول لي ماتش ودي، اقول لك كسبته وبكامل النجوم. حتى الماتش الاخير في كاس العالم للانديه رغم خسارتك انت عملت ماتش على اعلى ما يكون. احنا مش اقل من اي حد. بعد اذن حضراتكم
بعد اذن حضراتكم مدرب يجي يبقى عارف ان احنا عايزين ننافس على كاس العالم، احنا مش اقل من حد. وارجع اعيد تاني، محمد صلاح اهو بينافس انه افضل لعيب في العالم. هو محمد صلاح كان في مصر باين ولا ظاهر؟ ما حصلش. هو ربنا اكرمه لما خرج بره عشان بقت الرؤيه اكتر والكاميرات عليه اكتر. دي نقطه تانية. قتلهم هتروحوا كاس العالم، قتلوا بعد اذنكم الفانيلا الحمراء وجمهور الاهلي ده في كل الدنيا. في كل الدنيا ناس بتزعل وبتحزن وبتفرح وبتتنكد بسبب النادي الاهلي. دي نقطه تانية نقولها في قناه النادي الاهلي، ويا ريت تشوفوني وتخلوا بالكم مني. يا ريت تشوفوني وتخلي بالكم مني. الاهلي مش اي نادي ومش اي فريق. كمان احنا عايزين بكره يعني ان شاء الله من الكابتن محمد يوسف، يا ريت ابدا بعلي معلول. يعني اعتبر نفسك بدات يا عمي بناشئ، مش لعيب قديم زيه. اعتبر نفسك بدات بناشئ وبتجرب الناشئ. علي معلول بقيمته الله اكبر عليه. واتفرج بكره علي معلول يعمل ايه في الملعب. ما كانش يكسب ان شاء الله النادي الاهلي، ما بقاش انا محمد محفوظ. علي معلول ما يقعدش على الدكه يا جماعه، طول ما هو موجود مفيش باك ليفت زيه وجه النادي الاهلي. مع احترامي لكل اللي فات والكل اللي جاي. يا ريت بكره علي معلول يبدا الماتش. حاجه اخيره عايز اتكلم فيها عشان انا طولت عليكم في الفيديو، التصوير والاخراج والمتعه بتاعت الاخراج المصري بتاعنا. الماتش يبقى شغال وتلاقي هوب الكاميرا تريك راح جايب لك ودن اللعيب والدنيا مولعه جوه ال 18 ويجيب لك لعيب بيهرش ولعيب بيسرح شعره. ايه ده كده. وبعدين يطلع على الدكه بره واحد بيقول لواحد طب انا ايه ده. احنا عايزين التصوير يبقى واضح ومركز على اللعيبه جوه الملعب علشان برضو الفار عايزين يشوف بعينينا، مش كل شويه تعمل كلوز وتقفل لي على اللعيبه واشوف قفا ده وظهر ده ورقم ده وده بيقول لي ده انت اسمك ايه. لا يا كابتن بعد اذنك خليك زي الدوري الاسباني زي الدوري الانجليزي، صور من بعيد من بعد معين. عايزين نتفرج على الماتش. ما يبقاش الكورنر بيتلعب المخرج انه جايب لك اللعيب وبيحط الكوره في ربع الدايره بتاعت الكورنر على جنب كده في حته صغننه لمست ولا ما لمستش، ويفضل مركز عليه ابن مين ده وتبع مين ده وكان فين ده، ولما يجي يلعب الكوره هو بيطنه فاتح ما نلحقش احنا نشوف اللعبه. الحاجات دي اخطاء لو مش هم قاصدينها هي بتضر الانديه في الاخر. بنرجع ما نلاقيش اعاده، ما نلاقيش صوره واضحه، ما بتلحقش تتابع كويس، وان لحقت هتبقى بسرعه. خلاص. اعادات الالعاب بعد اذنك ما تعيدش وفي هجمه شغاله، ما تعيدش الكوره اللي فاتت. لما تخلص الهجمه ما تجيبش بقى اخر عرقله. لو مش هي الاهم، لو في بلنتي هات لي البلنتي اللي قبلها، ما نخطفوش ونروح للي بعده، عشان دي خدمه الانديه ضد انديه. انا قلت اللي عليا. ويا قناه النادي الاهلي يا نادي الاهلي خلي بالكم من اللي انا بقوله ده، مش سهل اللي انا بقوله ده، ركزوا عليه وخلي بالكم منه انتوا والانديه التانيه اهو، عشان ما بقاش بتكلم على الاهلي وبس. يبقى اتكلمنا في كام حاجه. حكام الملعب هم الاساس، هم اللي بياخدوا القرار، هم اللي بياخدوا الديسيجن، هم اللي بياخدوا القرار. هو اللي بيقول للي بره ورينا او يقول له لا خلاص مش عايز اشوف. متفقين؟ فانتوا لازم ده يبقى التركيز عليه، ما نرميش على حكم الفار الصغير اللي بره، ما نرميش الذنب عليه في الاخطاء. يبقى التحكيم اول حاجه تخلي بالكم في موضوع الفار، والتصوير تاني حاجه. ركزوا معايا بعد اذنكم يا كباتن في قناه النادي الاهلي. والتصوير تاني حاجه، يبقى عندك الحكم اللي في الملعب هو الاساس بالصفاره بتاعته، هو اللي بقول لهم بره وبقول لهم في المحاضره هقول كذا يبقى لا، هقول كذا يبقى بعد اذن سعادتكم حكم الصفاره في قلب الملعب هو اللي يتحمل كل شيء. المساعدين اسمهم مساعدين، حكام مساعدين بيساعدوه. الفار بره بيساعده، والفار لما جه مصر كان هدفه العداله، فازاي احنا ننكره ونقوله نجيبه عليه عيل صغير ونسمع كلامه بمزاجنا او ما نسمعش كلامه بمزاجنا؟ احنا مش فاهمين دي ازاي. ارجوكم خلي بالكم، ركزوا. السلام عليكم ورحمه الله.